طبعا واحنا في طريقنا في بعدان التقينا في القافله الذي تخص ملعب الفقيد ابن راجح. طبعا انا التقيت مع الاهالي وهم اللي بيشرحوا لنا الموضوع وايش موضوع القافله هذه، ومعنا الاستاذ اللي هو مشرف المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. القافله هذه اعدت يعني قافله الاخاء والوفاء. القافله التي تتكون من 30 بابور اسمنت وحديد وبلوك وبطحه وخرسه. طيب القافله هذه من اللي جمعها؟ القافله هذه اللي جمعها الشيخ نجيب عبده الديلم والشيخ عبد الحكيم الديلم، الشيخ عبد المجيد الديلم، والشيخ نبيل احمد محرم، والشيخ صدام محمد ناشر النمر، والشيخ عماد محمد ناصر. يعني هذول الذي نعمان محمد علي الديلم، محمد اسماعيل الديلم، والشيخ نجيب الديلم. استاذي العزيز، طيب الناس هؤلاء اللي جابوا هذه المبادره لاجل انشاء الملعب، طيب الملعب هذا هو تبع الشيخ راجح هذا الله يرحمه او المبادره من الاهالي؟ المبادره من الاهالي، وهذا الملعب يعني يكون ملعب للواء الاخضر، يعني ليس يكون لاحد. طيب هذا حبا بالفقيد محمود قائد بن راجح رحمه الله عليه، الذي يعمل يعني منجزات لبعدان، وهذا الاهالي اوفوا مع الفقيد محمود قائد بن راجح، كلنا نترحم عليه رحمه الله عليه. رحمه طيب الله عليه. منطقه الملعب في اي قريه؟ اسم القريه اللي فيها الملعب؟ في راس الوادي، منطقه سوق الاحد. والان عندكم بدايه انشاء الملعب؟ خط المحلى، بدايه انشاء الملعب الحين. بدايه انشاء الملعب. طيب الاستاذ الكريم، اشتك تدي لي كلمه للمتبرعين او الذي قاموا بهذه الفعاليه الذي تخدم وطن، الذي بتقوم بانشاء ملعب كبير في محافظه اب وبالذات في بعدن وبوسط قريه، اشتك تدي لي كلمه لهم ككلمه شكر. طبعا نرحب بالبدايه بالاخ الاستاذ محمد الحسني الله يسعدك، الذي طبعا جاء من اجل تصوير القافله الخامسه، قافله الاخاء، قافله ام القوافل. تعتبر هذه ام القوافل لانها اكبر القوافل. طبعا احنا في المرحله في القافله الخامسه، وقد انجزنا يعني جزء كبير من المشروع. يعني قد كان في قوافل من قبل. ايوه هذا رقم خمسه. ايوه نعم. طبعا نشكر الداعمين السابقين واللاحقين الذين طبعا عانوا وبيض الله وجوههم. طبعا فعلوا جهد كبير من اجل تجهيز ملعب فقيد الوطن محمود بن نعمان قائد راجح. تمام. وكان لهم طبعا الباع الكبير، طبعا وكان لهم الجهد الكبير في تجهيز الملعب. بيض الله وجه الداعمين كلهم. وهذه المبادرة نتمنى أن تكون مش بس في بعدان، تكون في كل المحافظات وفي كل المناطق، للتجار للمغتربين الذين يستطيعوا أن يفعلوا شيء لبلدهم في ظل الوضع اللي تمر فيها اليمن من حروب من مشاكل. فأصحاب بعدان دائما هم أصحاب المبادرات القيمة، أصحاب المبادرات التي ترفع رأس الوطن. فبيض الله وجه كل من تفاعل، سواء من الأهالي سواء من الداعمين، لأن شايف الناس كلهم متكاتفين، الناس كلهم متحمسين لهذه المبادرة. فخليكم معنا وبنستمر معكم بالتغطية كاملة إلى نهاية المشهد. طبعا وصلنا إلى موقع ملعب الشيخ محمود نعمان راجح رحمة الله عليه، الذي صورنا القافلة قبل شوي.
الذي قاموا بها الأهالي. طبعا هذا الملعب يا جماعة الخير بنصوره لكم من الجو وبنوريكم الملعب كامل. وشكرا لكل من ساهم في هذه القافلة، وشكرا لأهالي بعدان، وشكرا لكل إنسان بيحب وطنه. ورحمة الله على الشيخ محمود نعم الراجح، الله يرحمه في قبره، كان رجل الخير وكان رجل له أعمال كثيرة في بعدان حسب ما قالوا الأهالي، يعني في مشاريع كثيرة قام بها. فنتمنى أن احنا نشوف أغلب الناس ونشوف ناس كثيرة تقوم بهذه الأعمال. طبعا انشئ هذا الملعب في عام 1982، ولكن جاءت حرب التسعينات وتوقف العمل. قد كانوا صلحوا السور وأكملوا بناء السور، وظل السور على مدار 3 عقود حتى أنه تدمر تدمير كامل. ولكن شيخ مشايخ بعدان الشيخ عبد السلام وأخيه إبراهيم رفضوا أن يشوفوا الملعب بهذا الدمار، وقاموا بمبادرة إعادة وتأهيل وبناء هذا الملعب باتفاق مع أصحاب المنطقة، ووقفوا وقفة رجل واحد، منهم من دعم دعم مادي، ومنهم من دعم بالعمل، ومنهم من دعم بالإعلام. وكان الدعم من جميع أبناء منطقة بعدان من شرقها ومن غربها، وكمان بتعاون من المديرية المجاورة مثل مديرية الشعر ومديرية المخادر. سمي الملعب باسم ملعب الفقيد محمود بن نعمان بن راجح رحمة الله عليه، نظرا لما كان يقوم به من أعمال خيرية. طبعا الشيخ محمود كان صاحب مشاريع في بعدان، وكان دائما هو الأول والسباق في الخير في هذه المنطقة، ولا يختلف على حبه 2 في هذه المنطقة، كلهم يحبوه الصغير والكبير. طبعا على ما سألنا الأهالي كلهم يترحموا عليه وكلهم يحبوه. وكمان قالوا لي أنه كان بعهد علي عبد الله صالح الله يرحمه كان يزور الشيخ محمود زيارات خاصة. طبعا أبنائه عبد السلام وأخيه إبراهيم بالرغم أن قريتهم بعيدة من هذا الملعب، ولكن كل يوم بيحضروا ويشرفوا على العمل بيض الله وجههم. أما الداعمين كلمة الشكر المكرر لهم قليلة بحقهم، الذي دعموا وساندوا وقوافل بعد قوافل، يعني هذا القافلة ال5 تقريبا، ولكن إنهم مستمرين بشكل مستمر ومستعدين أن يعززوا الدعم حتى نهاية هذا العمل. إن شاء الله نحن نشوف ملعب متكامل وملعب ينتشر للعالم كله. شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من دعم، وأتمنى أني يعني صورت لكم الملعب بصورة جميلة وأظهرت لكم معلومات مفيدة. وأتمنى منكم بعد مشاهدة هذا الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وانتظار كل جديد من الجمهورية اليمنية.